صباح الخير، أهلا بيكم. والتغيير في الحياة الروحية. الحياة الروحية بتحتاج إن الشخص يكون عنده مرونة، وبتحتاج إنه يقدر إن هو يتغير، لأن كل إنسان في الحياة بيكون عنده أساسيات ممشياه، هي اللي ممشية حياته. بيكون عنده مبادئ دي عبارة عن أفكاره، عبارة عن معتقداته، وبناء عليها بيتم آه، تحقيق أهدافه. يعني بيحط الطريق إن هو إزاي يحقق أهدافه. وفي الرحلة أما الإنسان آه، بيدخل في الحياة الروحية، بيدخل في عملية الشفاء، اللي أنا أقصده هو عملية الشفاء الداخلي. هنا بيتم تغيير في ما تم بناؤه طول عمره. فهنا بتيجي المرونة. هل الشخص عنده استعداد إن هو يغير، ولا هو متمسك بنفس المبادئ اللي هو عايش بيها؟ واللي بيمنعه أحيانا من التغيير بيكون ما هو مخزن للداخل. يعني أحيانا بيكون شخص فعلا هو عايز ان هو يتغير، وبيحاول وبيقول توكيدات وبيردد حاجات، ولكن التغيير هو تغيير داخلي. فهنا بتيجي المرونة لحد ما بنغير واحدة واحدة للمفاهيم الصح، في أساسيات للحياة، في قوانين للحياة. القوانين والأساسيات دي أما بنمشي عليها ونطبقها في حياتنا، بنبتدي ان احنا نقدر اننا نحقق اهدافنا. اول هدف لاي انسان هو السلام، ان هو يعيش في سلام، بحيث ان ما يكونش فيه مؤثر خارجي يقدر ان هو يزعزع السلام ده، ان هو يسمع خبر او ان هو اشاعة، فبالتالي السلام اللي هو عايش فيه ده يتزعزع في لحظة. وده اللي احنا بنبنيه، ودي القوة اللي احنا برضو بنبنيها في رحلة الشفاء. وبالتالي المرونة في التغيير. الحياة الروحية هنا بتبتدي إنها تندمج مع الأفكار اللي إحنا أساسا كانت موجودة بالداخل، لأن الأفكار هي موجودة، إحنا ما هو إلا نحطها في الشكل الصحيح ليها. بيكون التعديل على ممكن بدل ضمير، بدل هو بدأ يبقى أنا، بدل يعني بيكون التبديل في كلمات بسيطة، ولكن التبديل في الكلمات البسيطة دي والتبديل في الأفكار دي هي دي اللي بتعمل النقلة، وهي دي اللي بتعمل التحول، بالإضافة طبعا للتنظيف الداخلي، التنظيف والتطهير لجميع الأجساد. فهي رحلة تغيير. ومن هنا أما الإنسان بيبتدي إن هو يغير أفكاره، من هنا بتبتدي إن تتغير حياته. وزي ما ذكرت، تغيير الحياة بيبدأ من الداخل، وبعد كده ينعكس على الخارج. فبيبدأ من حالة السلام، حالة الفرح اللي بيكون عايش فيها، حالة الحميمية مع نفسه. قد إيه أما بيكون حد بعيد عن الحياة الشفاء، لو هو محتاج يعني شفاء، فبيكون بعيد عن نفسه، بيكون مش عارف في ايه جوه نفسه، بيكون مش فاهم نفسه. فكل ده بتكون خطوات في الأول. هو بيقرب لنفسه، بيعرف نفسه، بيفهم نفسه كويس، بيعرف أهدافه كويس، بيبني طاقات معينة جواه، وبعد كده كل ده بينعكس على الخارج. طبعا رحلة الشفاء دي مختلفة من شخص لشخص، تبعا لكل واحد جواه عايز ايه، والأجسام اللي محتاجة شفاء. وعادة بيكون كل الأجسام محتاجة شفاء، ولكن بنسب متفاوتة بناء على اللي موجود جواها. فهنا نرجع برضو صلب الموضوع، وهو المرونة في التغيير. لو حد مش عنده
المرونة في التغيير، فهو مش هيقدر إن هو يقوم بعملية الشفاء الداخلي، لأن هيتم التغيير على اختيار الأصدقاء، على اختيار، على وضع الحدود. الحدود نفسها الشخصية هتختلف، ممكن يكون التغيير في طريقة التفكير، التغيير في العمل، التغيير في صميم صلب آه، الاحتياجات الشخصية. ف ف ف فهنا بيكون تغيير للحياة بأكملها، تغيير البلد اللي الشخص عايش فيها، فالتغيير بيكون في كل نواحي الحياة لحد ما الشخص يلاقي نفسه، ويلاقي نفسه من جديد، ويلاقي النسخة الجديدة الأصلية اللي هو يجب إن هو يكون عايش فيها. طبعا هي مش رحلة نظرية، هي تجربة بتتعيش. مهما حد حاول إن هو يلخصها في كلام نظري، ولكنها هي تجربة بتتعيش. ليه هي تجربة بتتعيش؟ لأن هي كل يوم بيكون في مواقف بتحتاج إن هي تتعالج، كل يوم بيكون في تطورات في في التطور في العمل، في ما يجد من مستجدات من الشفاء. النهارده شايفين ده طبقة، لأن هي طبقات، احنا بنشايف في طبقات، فكل يوم بيكون في طبقة بتظهر. والثبات أحيانا بيكون في ثبات في طبقة معينة بتكون محتاجة شغل، تكون طبقة سميكة، ولكن هي بيكون في دايما تطور، بيكون في دايما تغيير، بيكون في دايما هنا مرونة، بيكون هنا لابد ان يكون في استيعاب وادراك ووقت كمان. عشان كده هي كمان برضو بتاخد وقت لاستيعاب التغيرات اللي بتحصل. فبالتالي هي رحلة تغيير. الشفاء الداخلي هو رحلة تغيير، تغيير داخلي للحقيقة، لحقيقة الحياة اللي احنا عايشينها، لحقيقة قوانين الحياة. لأن احنا الحياة ماشية يعني بقوانين أساسية موجودة حياتية دلوقتي، ولكن هو في قوانين تانية خالص هي اللي ماشية الحياة بصراحة. أنا شخصيا ما كنتش فاكرة إن الحياة ماشية كده. فبالتالي هي رحلة تغيير، هي بتستلزم أن الشخص يتغير وحياته تتغير. طيب التغيير ممكن يكون معاه ألم. الألم ده هو اللي لازم يتم عشان يتم التغيير. فعادي، عادي، هي دي الرحلة، هي دي الرحلة. هي دي، هو بيختلف من كل شخص برضو لشخص بناء على اللي موجود جواه. ولهنا بكون نهيت الفكرة بتاعتي اليوم، وبشكركم وإلى اللقاء.